مساء الخير عليكم. معاكم الإعلامية نور حلمي، المراسلة من قلب أوروبا من بلجيكا. طبعا احنا اتأخرنا شوية عليكم بس كذا يوم لأن الألعاب النارية من بلجيكا اتأخرت طبعا لسوء الأحوال الجوية، وأنا عملت شوية فيديوهات صغيرة بسرعة للألعاب النارية وهنشوفها مع بعض كمان شوية لايف أوكي حصري. الألعاب النارية بيعملوها هنا على البحر، ده بحر الشمال اللي بيفصل دايما بين البحر الشمال ده بيفصل بين انجلترا وبلجيكا يعني. فطبعا الالعاب الناريه النهارده اتعملت هنا في المكان ده بالظبط، في اللوكيشن ده هنشوف هناك. هي دي الالعاب الناريه هناك، ودي المكن الاوتوماتيك اللي بيعملها طبعا هناك اهو لايف معانا حضراتكم زي ما انتم شايفين كده بالظبط. ده الموقع بالظبط اللوكيشن اللي بتعمل فيه الالعاب الناريه كل سنه لبلجيكا. بحر الشمال ده بقى مهم جدا لان هو اللي بيفصل بين حدود بلجيكا وانجلترا الناحيه الثانيه لندن. طبعا هو بحر الشمال ده بالنسبه لهم هو ده المصيف بتاعهم. بالنسبه للمصيف في شهر يوليو واغسطس من كل عام، برضه في الصيف للمواطنين البلجيك وغير بلجيك طبعا، زي طبعا اسكندريه في مصر حبيبتنا ام الدنيا. عايزه اقول لكم كلمه اخيره، طبعا هابي نيو يير، كل سنه وانتم طيبين، وكل بلاد اوروبا بخير وبلجيكا، وهابي نيو يير لينا كلنا وكل البلاد على مستوى العالم، ومصر امنا الحبيبه الغاليه. كان معاكم الاعلاميه نور حلمي.